نيمار إلى سانتوس. بعد تعافيه وعودته من إصابة الرباط الصليبي، بدأ النجم البرازيلي غير قادر على استعادة أفضل أحواله البدنية، ثم تعرض لإصابات عضلية لعبت دورا في تعطيله، ليصرح جيسوس مدرب الزعيم بأن نيمار بعيدا عن إيقاع اللعب وأن مستقبله بيده، كما قرر استبعاده عن القائمة المحلية، ما فتح أبواب الحديث حول رغبة الهلال في التخلص منه وإمكانية رحيله عن دوري روشان هذا الشتاء قبل 6 أشهر من نهاية عقده، وسط توارد أخبار تلقي صاحب ال 32 عام عروضا أمريكية من إنتر ميامي وشيكاغو فاير، قبل أن تتفق وسائل إعلام برازيلية ومصادر أخرى موثوقة على دخول سانتوس في مفاوضات جديدة مع اللاعب البرازيلي نيمار جونيور، الذي وافق بدوره على العودة إلى ناديها الأم، وتقدم بطلب رسمي للهلال كي يسمح له بالرحيل الآن. وفقا لآخر المستجدات من موقع دياريو دو بيسكي البرازيلي، فإن كل شيء حيث سينضم نيمار إلى الفريق البرازيلي يوم الأربعاء 29 يناير، على أن يتم الإعلان عن الصفقة يوم السبت من فبراير، ويشارك اللاعب لأول مرة في 6 من فبراير، وهو اليوم التالي عيد ميلاده، عمر 33 عاما. كما كشفت الصحيفة أن الاتفاق الأولوي تضمن عقد إعارة ل6 أشهر، لكن هناك إمكانية أكبر الآن بإنهاء عقده مع الهلال دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بحصول البرازيلي على باقي مستحقاته كما كان يريد، أم سيكون فسخا بالتراضي في المقابل. سيوقع اللاعب عقدا مع سانتوس لمدة 6 أشهر مع خيار التمديد لعام إضافي.